السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض الثلاث ديكورات تركي هيغيروا مطبخك وبيتك تماما. شكلهم حلو وكيوت جدا. ده هيكون اول واحد فيهم، ان شاء الله هيعجبكم. تقدروا تستخدموه رف لتوابل، كافي كورنر، تقدروا تحطوه في الريسبشن، في اي مكان يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا. اول حاجه انا جبت 3 قطع كرتون على شكل القلب اللي انا عايزاه. قصيته بالشكل ده، وقصيت كمان القاعده بتاعته. عايزه اعمل الارفف، هجيب قطعتين كرتون مقاس 35 في 12 للرف الكبير، واربع قطع كرتون مقاس 16 في 12 للرفين الصغيرين اللي هما اللي تحت واللي فوق. ونبدا نلزق كل اتنين مع بعض بالغيره، غيره خشب مخففينها بشويه ميه. نحط عليه الغيره كده ونلزق القطعه التانية فوق. نبقى كده عملنا الرف الكبير، والرف الصغير كذلك نحط عليه غيره خشب ونلزق القطعه التانية فيه، وهكذا. ناخد بقى الارفف اللي احنا عملناها دي ونيجي على قطعة واحدة من الكرتون بتاعنا ونحطهم كده، نبدأ نحدد مكانه بالقلم علشان نظبط مكانه بالظبط، يعني ميبقاش اكتر او اقل. نحدد حواليه بالقلم بالشكل ده، وكذلك باقي الارفف، ونقص الفتحة اللي احنا حددناها دي بالشكل ده. تبقى معانا كده، نبقى فتحنا مكان للارفف اللي هما ال3 ارفف بتوعنا في قطعة واحدة من الكرتون. بعدين نحط عليها غيره خشب ونلزق القطعة السليمة، القطعة الثانية كرتون سليمة فوقها. تبقى معانا كده. هنجيب بقى القطعة الثالثة ونقطعها شرايح كده عشان تبقى شبه الخشب يعني. هنقطعها شرايح بالطول كده، وبعدين ناخد بقى القطعة الثانية اللي احنا عملناها اللي هي السليمة وفوقها المتفرغ فيها مكان الارفف دي، نبدأ نظبط عليها اللي هي قطع الكرتون اللي احنا عملناها شرايح دي، ونعمل في الشرايح دي فتحات برضو للأرفف عشان نعرف ندخلها فيها. نفتح مكان الأرفف تبقى معانا كده. ناخد بقى حتة الكرتون اللي قطعناها دي نلزقها بالغيرة حتة حتة. احنا ظبطنا مكانها الأول، ناخدها بقى نحط عليها غيرة خشب ونلزقها في مكانها تاني، نشيلها ونلزقها نحط عليها غيرة خشب ونرجعها مكانها تاني لحد ما نلزقهم كلهم بالغيره بالشكل ده. نيجي بقى في الفتحات بتاعه الارفف نملاها بالغيره كتير بقى، احط فيها غيره كتير كده علشان نلزق فيها الرف بتاعنا. وبعدين ناخد الرف وندخله كده اللي هو نحشره يعني في الكرتون، تدخليه من جوه. لو انت الكرتونه بتاعتك ضعيفه ممكن تجيب اللي هي الزاويه بتاعه الارفف وتحطيها من تحتها، ثبتيها من تحت. ونبقى كده ثبتنا الارفف جوه الكراتين نفسها. هي احنا لما نحشرها جوه كده تلزق في الغيره وتبقى كمان مثبته ان هي داخله فيهم جامد. دلوقتي هندري الفتحات بتاعه الكرتون، نجيب اي ورق خفيف عندنا نحط غيره خشب مخففينها بميه ونلزق الورق ده ورق كرافت بيجي من المكتبه، ممكن تجيبي جرايد، ممكن تجيبي مناديل، اي ورق خفيف عندك وتحطيه على الفتحات بتاعه الكرتون بتاعتنا. انا عملت على كل الزوايا وكل الفتحات كده. بعد كده جبت دهان بلاستيك، انا بستخدم نوع GLC، ممكن تجيبي اي نوع تاني، ونبدا ندهن القطعه بتاعتنا باللون الابيض. شكلها حلو قوي يعني في اللون الابيض بصراحه، منور كده. وبعد كده انا عايزه ادهنها باللون البينك، حطيت شويه دهان ابيض عليهم نقطتين من اللون الاحمر عشان يطلع لي اللون البينك بالشكل ده. وبعدين دهنتها كلها باللون البينك. انا دلوقتي عايزه اعمل عليها رسمه بقى. انا طبعت الرسمه دي، الصوره دي طبعها من الانترنت، هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وهلزقها بالورنيش المائي. جبت الورنيش المائي، اعمل طبقه خفيفه كده، وبعدين احط الصوره بتاعتي، اظبط مكانها كده. المره دي بقى هنعمل بتكنيك جديد، حطيت كيس بلاستيك وابدا امشي ايدي على الرسمه بتاعتي بحيث اخرج كل فراغات الهواء من تحت الرسمه. الطريقه دي جميله قوي برضو. بعد ما نخلص نعمل عليها برضو طبقه من الورنيش المائي، والقطعه كلها برضو نعمل عليها بالورنيش المائي عشان يبقى عازل لاي ميه تنزل عليها. ممكن تعلقيها بالعلقات دي بقى من الظهر، وممكن تسيبيها يعني على اللي هو الرخامه بتاعتك من غير ما تعلقيها عادي يعني. انا عملت فتحتين في الظهر كده وعلقتهم منها وبس كده بقى، ده شكلها جميله جدا يعني. هنعمل بقى دلوقتي الديكور التاني، سهل جدا برضه وحلو قوي وبيعمل تغيير جميل جدا جدا في المطبخ. ممكن تستخدميه كمان في جوه الارفف بتاعه المطبخ نفسها، يعني ينظم لك الدنيا فيها كده، مش شرط يكون فوق الرخامه يعني.
ممكن تستخدميه في اي مكان تاني، هو منظم لطيف قوي لانه بيديكي مساحه اكبر. هنبدأ فيه. هنجيب 3 قطع كرتون مقاس 20 في 20، وبعدين نرسم فيهم مربع داخلي كده على بعد 3 سنتي من الاطراف كده في ال3 قطع، وبعدين نقص المربع اللي احنا عملناه في النص ده كده. هيبقى معانا مفرغ كده شبه البرواز، هيبقوا ال3 بالشكل ده، ونبدأ نلزقهم مع بعض بالغرة، غرة خشب مخففينها بشوية مية، نلزقهم مع بعض كده. انا خدت قطعة كرتون احط عليها غيرة من الوش والظهر كده، وابدأ الزق فيها قطعتين التانيين. سهلة جدا يعني مفيهاش اي حاجة. الستاند ده جميل قوي في المطبخ، شبه ستاند ايكي بالظبط، جميل قوي يعني. هعمل كمان واحدة زيها بالظبط عشان يبقوا الجنبين بتوع الستاند بتاعنا. هجيب قطعة كرتون مقاس 30 في 20، والزق القطعتين بتوع الكرتون اللي انا عملتهم دول على الجوانب بتاعتها، احط عليهم شمع كتير كده، واخدهم الزقهم فوقها كده. في ناس كانت بتقولي ليه مش بتلزقي بالغيره لما تيجي تعملي. لو عملنا بالغيره، الغيره ما بتثبتش بسرعه، فلو عملتي بالغيره في المرحله دي هتلاقي اصلا الرف اللي انت يعني الكرتونه اللي انت لزقتيها على الجوانب مالت على جنب كده. فبنلزق بالشمع عشان هو بيكون اسرع في انه ينشف. بعد كده بقى بنستخدم الغيره دلوقتي. حطيت غيره كتير كده على الكرتونه بتاعتي، وجبت قطعه كرتون مقاس 25 في 20 ولزقتها فوقها علشان تثبتها، يعني اللي هي تبقى ساندة الجنبين اللي انا عملتهم. واحط غيره تاني فوق القطعه الكرتون 25 في 20 دي، احط فوقها غيره كتير برضو كده، والزق فوقها قطعه كرتون تاني برضو مقاس 25 في 20 علشان تسندها اكتر وتبقى متينه واحلى يعني. هتبقى كده. احط فوقها بقى حاجه تقيله عشان الغيره دي تنشف وتثبت في مكانها، واسيبها تنشف بقى. برضو على الفتحات بتاعه الكرتون لازم اداريها باي ورق خفيف موجود عندي، علشان لما اجي ادهنها او ازينها ما يبقاش باين فتحات للكرتون. حطيت غيره خشب، واجيب اي ورق خفيف عندي، ده ورق كرافت بيجي من المكتبه، ممكن تجيبي جرايد، ممكن تجيبي مناديل، اي ورق خفيف موجود في البيت اعملي بيه على فتحات الكرتون اللي في الجوانب دي. وبعدين برضو دهنتها باللون الابيض. انتي ممكن في المرحله دي تغلفيها بورق المطبخ اللي هو الملون براحتك يعني، بس انا دهنتها بما ان الدهان موجود يعني، دهنتها باللون الابيض. وبعدين دهنتها كمان باللون البيج برضو، علشان حسيته هو هيبقى الطف يعني، فانا مش حابه يبقى ابيض صريح كده، فقررت ادهنه بالبيج الفاتح. وبرضو عملت عليها طبقه من الورنيش المائي. الورنيش المائي اساسي على اي حاجه عشان يحميها لي من اي ميه تنزل عليها، وكمان لو حابه امسحها، حابه اعمل فيها اي حاجه تبقى محميه كده وحلوه يعني. وبس كده نبقى خلصنا تاني ديكور معانا النهارده. تالت حاجه هنعملها معانا النهارده سهله جدا وجميله قوي يعني. هنعملها من علب السمنه القديمه بتاعتنا. طبعا احنا كلنا بنرميها، فخلاص لا نستفيد منها ونعملها علب كده شبه التركي والحاجات الجديده دي. شكلها كيوت قوي برضه ولطيفه جدا يعني، وسهله قوي. انا جبت علبتين السمنه دول موجودين عندي. قبل ما نبدا لازم الجزء الحاد اللي في الجوانب ده ادق عليه بحاجه تقيله كده علشان ما يجرحش ايدينا يعني. فبدات ادق عليه كده، فاللي هو بيتبطط كده لجوه وخلاص، ما يبقاش يجرح ولا اي حاجه، بيتبطط في بعضه كده. وبعدين جبت الدهان البلاستيك بتاعي وبدات ادهن بيه العلب السمنه دي من بره. ادهنها طبعا برضو زي ما اتعودنا، ندهنها باللون الابيض بس الاول علشان يخلي اللون بتاعنا يبقى باين يعني. وبعد كده دهنتها باللون اللي هو اللبني. حطيت شويه دهان ابيض عليهم نقطتين من اللون الازرق عشان يعمل لي اللون اللبني، ودهنت بيه علب السمنه كلها. وبعدين عملت كمان شويه دهان بينك، وبدات اعملهم على الاطار اللي تحت واللي فوق للعلبه بتاعتي عشان يعمل لها اطار كده ويحدد شكلها يعني. لو مش عندك الاسفنجه اللي انا بعمل بيها دي، هاتي حته من اسفنجه المطبخ واعملي بيها عادي جدا، هيدي نفس النتيجه. جبت بقى الورنيش المائي بتاعي برضو، عملت طبقه خفيفه من الورنيش المائي، وجبت نفس الورده اللي انا بستخدمها معاكم، جميله قوي طبعا. هحط لكم على فيديو الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. واعمل بقى، حطيت الورده وبعدين اعمل فوقها برضو بالورنيش المائي من النص لبره كده، بحيث ان انا اخرج كل فراغات الهواء اللي موجوده تحت الرسمه بتاعتي.
وبعدين انا عايزه اعمل في الجنب التاني شكل تاني، بحيث ان انا ممكن احطها على الجنب ده وممكن احطها على الجنب ده، فلزقت 3 صور كب كيك كده جنب بعض علشان يدوني شكل مختلف يعني. فكده في جنب فيه ورده والجنب التاني فيه صور كب كيك. وبعدين اعمل فوق القطعه بتاعتي كلها برضو بالورنيش المائي علشان يحميها من اي ميه تنزل عليها، وهي خلاص بقى ان هي تبقى ثابته بقى، يثبت كل حاجه حطيناها ويحميها كمان. الغطا بقى، هجيب الغطا بتاعي كده واجيب قطعه من الفوم. كلنا عارفين الفوم طبعا، انا هو الفوم مش مرن قوي كده، فانا هعمله بالحراره. عملت عليه بالبيبي ليس كده، ممكن تجيبي المكوه العاديه وتحطيه فوقها ثواني برضه هتلاقيها بتديكي نفس الغرض. احنا بنعرضه لاي حراره عشان يبقى مرن معانا ونشكله بالشكل اللي احنا عايزينه. وبعدين احطه على الغطا واسحبه كده علشان احدد الشكل بتاع الغطا بتاعي، والحراره هتساعدني طبعا ان انا احدد الشكل كده. وبعدين حطيت شمع فوق الغطا بتاعي الاصلي بقى، والزق فوقه قطعه الفوم اللي انا شكلتها. وبعدين اقص الزيادات بتاعتها واجي في الغطا من جوه احط فيه نقط شمع كده، وابدا الم عليه الفوم بتاعي دوت علشان يعمل اللي هو التمويجه الحلوه دي. بس كده، وده بقى الشكل النهائي بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.